الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أعزائي طلاب وطلبات الصف الرابع الابتدائي، الجزء الثاني من درس رموز بلدي، وهنتكلم النهاردة على حاجة اسمها الشعار. زي ما مصر ليها علم، كل محافظة جوه مصر ليها علم، بس العلم بتاع المحافظة ما بنقولش عليه علم، بنقول عليه شعار. لو بصيت في مدرستك هتلاقي فيه علمين، علم مصر والعلم التاني اللي احنا بنقول عليه شعار المحافظة. يعني ايه شعار؟ الشعار رمز لكل محافظة يعبر عن ممكن نقول راية لكل محافظة يعبر عن تاريخها ونشاط سكانها. طيب ما تديني مثال للشعار ده كده؟ هديك مثال لشعار محافظة القاهرة، وبص وركز معايا كده، هتلاقي ان موجود فيه الجامع الازهر، ومكتوب على قاعدة الجامع الازهر القاهرة، وخلف الجامع الازهر موجود شمس. عايز يقول لك ان الجامع الازهر ده بينور الاسلام زي ما الشمس ديت بتنور الدنيا. يعني يقول لك كده ان الشمس ديت بتدل على ان الجامع الازهر هو منارة الاسلام. يبقى انت شايف ايه قدامك؟ شايف الجامع الازهر مكتوب تحت على القاعدة بتاعته كلمة القاهرة، وخلف الجامع الأزهر شمس ساطعة تدل على إن الجامع الأزهر منارة الإسلام، تدل على أن الجامع الأزهر منارة الإسلام. طيب بص بقى معايا يا سيدي، عندنا حاجة اسمها العيد القومي للمحافظة. لكل محافظة لها عيد، مش لكل المحافظات عيد واحد، لا، لكل محافظة في محافظات مصر عيد قومي خاص بها. والعيد ده هو بيرتبط بحدث تاريخي او بيرتبط بذكرى مهمة. طيب تعالى اقول لك بقى، اديك مثال للعيد القومي. فمثلا عندنا محافظة زي محافظة القاهرة، العيد القومي بتاعها يوم 6 يوليو. اشمعنى 6 يوليو؟ لان في اليوم ده اتبنت مدينة القاهرة. طيب مين اللي بناها؟ مين مين اللي بناها؟ واحد اسمه جوهر الصقلي، كان قائد للخليفة الفاطمي المعز لدين الله الفاطمي. المهم انا عايزك تعرف اللي وضع اساس مدينة القاهرة واحد اسمه جوهر الصقلي. الكلام ده كان في 969 ميلاديا، يعني 969، احفظها كده، 969 اللي بنى مدينة القاهرة ووضع أساس مدينة القاهرة القائد جوهر الصقلي في سنة 969 في يوم 6 يوليو. عشان كده قلنا على يوم 6 يوليو ده هو العيد القومي لمحافظة القاهرة. طيب في العيد بنعمل ايه؟ قال لك بتعلق الزينة وتجمل الشوارع والميادين، تزيين وتجميل الشوارع والميادين، تزيين وتجميل الشوارع والميادين. طيب ماشي، بزين الشوارع وأعلق زينة. في حاجة تاني قال لي كمان بنعمله احتفالات ومهرجانات إقامة المهرجانات والاحتفالات. طيب المحافظ اللي هو رئيس المحافظة، مش الرئيس السيسي، هو رئيس مصر كلها؟ طبعا. طيب رئيس بقت كل محافظة لها رئيس، لكل محافظة لها ايه؟ رئيس المحافظة بنقول عليه المحافظ. يعني مثلا انت من محافظة اسكندرية، رئيس محافظة اسكندرية فلان الفلاني. انت من محافظة البحيرة، رئيس محافظة البحيرة فلان الفلاني. من محافظة الشرقية، رئيس محافظة الشرقية فلان الفلاني. رئيس المحافظة ده بقى بنقول عليه المحافظ. طيب المحافظ ده بيعمل ايه في العيد القومي؟ قال لي بيفتتح العديد من المشروعات. طيب وايه تاني؟ يعني اقول لك ايه، هنرفع العلم بتاع مصر وهنرفع الشعار بتاع المحافظة فوق المباني الحكومية. يعني لما يجي يقول لي من مظاهر الاحتفال بالعيد القومي ايه وايه،
أقول له تزيين وتجميل الشوارع والميادين، إقامة المهرجانات والاحتفالات. خلي بالك بيجي سؤال أكمل يقول لي افتتح نقط العديد من المشروعات في العيد القومي للمحافظة. أقول له المحافظ اللي بيفتتح العديد من المشروعات في العيد القومي للمحافظة. يقول لي تجميل نقط ونقط من مظاهر الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة. أقول له تجميل الشوارع والميادين. وبكده نكون خلصنا درسنا النهاردة. ما تنساش تتفرج على فيديو الأسئلة للدرس ده، واللايك والكومنت الجميل. أشوفكم على خير.